السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تجربته معانا من اول ما بدأ معانا المعامله. حياتي ليك. تسلم اخي الكريم. اول حاجه انا ببارك لك ان الحمد لله تم ترسيمه، طبعا عشان ما نجيبش يا جماعه الصوره والبيانات. الحمد لله ادي الترسيم كان النهارده بتاريخ 18/4 ابريل 2024. بالنسبه لاخونا، طبعا هو من الجزائر، وتحياتي مره ثانيه للجزائر. قول لنا بكل امانه من ساعه ما اتعاملت معانا لحد ما ربنا كرمك ورحت بصمت وتصورت عشان خاطر تحصل على الاقامه في البرتغال عن طريق التكوين المهني. اولا الحمد لله يا رب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لينس ماجيك والله العظيم شركه ما سبتنيش من اول يوم تكلم فيها معك الاخ ابو مهند حتى لليوم ده. كرم، ضيافه. انا اكسبت قبل هذا الشيء، اكسبت اخوه مصريين بالبرتغال. الاستاذ عصام كان الظل، ما كانش عميل، ما كنتش عميل، كان زي اخي، كان ظلي. الاستاذه شيرين اتكلمها 20 مره في اليوم تجاوبني وتفهمني، والاستاذ وانت كمان هبلتك في التليفون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شهاده لله، اقسم بالله العلي العظيم، اتحاسب امام ربنا انه اللانس ماجيك ما سبتني ولا دقيقه من اول يوم حتى اليوم، حتى هذا اليوم. كانوا انسانيين معي، كانوا اخوه، كانوا بين دوري عمي، الصغير يقول لي عمي والكبير يقول لي اخي. ما شاء الله والله العظيم. انصح جميع الاخوه بالوطن العربي، مش الجزائريين فقط، الاتصال الان قبل الغد لمن اراد الاقامه بالبرتغال. واقسم بالله العلي العظيم اكتسبت اخوه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلتقي مره اخرى، سواء هنا او في مصر او في الجزائر، عشان لكي ارجع لهم، لكي اكرمهم. حبيبي احنا كرمنا ان احنا نشوفك. وانا وعدت الاستاذ عصام والاستاذه شيرين ان شاء الله. الاستاذه شيرين، خلينا بس عشان الناس على الاستاذه شيرين السكرتيره التنفيذيه، الاستاذ عصام مدير المكتب. الاستاذ عصام مدير المكتب والاستاذه شيرين المديره التنفيذيه. اتشكرهم كثيرا، ووعدتهم بالتمر الجزائري الخالص ان شاء الله حيوصلهم شهر جوان، لانه هناك عميل اخر قادم من الجزائر شهر جوان حكلفوا يجيب لهم التمر. الله يبارك فيك. الاخوه في الجزائر، في المغرب، في تونس، في مصر، في الوطن العربي، عليكم بلانس ماجيك، وعليكم بلانس ماجيك. ثقه، احترافيه، والله العظيم مش لاقي وشو اضيف اكثر. الحمد لله يا رب. المهم الحمد لله احنا ما كانش فيه تاثير من عندنا يا رب. الحمد لله يا رب. حتى لما انت كان في ورق مطلوب منك، احنا كنا بنحاول نجهزه لك في نساعدك في كشف فتح الحساب البنكي، بنجيب لك ورق وديكلاريشن من احد المعاهد اللي احنا بنتعامل معاها. فتحت الحساب البنكي، كان في مشكله. دقيقه اخي، الاستاذ عصام ما كانش معايا، كان لاصق فيا، كان الظل تاعي. الاستاذ عصام راح معايا للبنك، راح معايا للتامين، راح معايا لتغيير الجنطه، حتى في المبيت هو اللي بعث لي الهوستل اللي انام به، وراني الاماكن فين اتغذى. ده طبيعي. اكثر من اخ، ده طبيعي. هذه خارج عن نطاق الشركه، لكن الاستاذ عصام بس احنا ما بنسيبش حد. لكن الاستاذ عصام ما سبتونيش. ما سبتونيش. ان شاء الله ربي يكرمكم، وان شاء الله المزيد الى الامام. الله يبارك فيك. دي شهاده انا اعتز بيها. انا كنت بس حابب ان انت تقول رايك بكل مصداقيه، عشان خاطر طبعا انت عارف اصحاب النفوس الضعيفه. احنا بنتكلم عن شغلنا، احنا ما بنسمعش لحد. احنا يهمنا اللي بيتعامل معانا، اللي بيثق فينا، احنا معاه وفي ظهره من البدايه للنهايه. حتى الحاجات اللي مطلوبه منه اذا بنقدر ان احنا نساعده، احنا بنساعده عشان نقدر نوفر له الاوراق اللي المفروض هو يعملها. فجزاك الله كل خير على كلامك الطيب. انت لما رحت كان الموعد حوالي 3 ساعات في الموعد. 3 ساعات ذهاب، 3 ساعات ذهاب، 3 ساعات اياب. حلو. كان معاك مين راح؟
كان معايا الاستاذ عصام. حلو. مدير الشركه. اوكي. مدير الشركه. كانت معايا المحاميه المكلفه بالملف بتاعك. اوكي. وموظفه بالعلاقات العامه. والموظفه اللي هي المحاميه البرتغاليه اللي ماسكه ملفي. تمام. اللي مشيت انت لما جيت لنا كان الموعد بتاعك الساعه 9، احنا طلعنا الساعه كام من هنا؟ انت جيت هنا الساعه كام؟ الساعه 4:30 جاء اخذني الاخ عصام من المكان من مكان الاقامه اللي انت ساكن فيه. اللي ساكن فيه. يبعد الساعه 4:30 الفجر. الساعه 4:30 فجرا. والمكان اللي كنت ساكن فيه يبعد عن المكتب بحوالي 13 كيلومتر. حلو. يعني احنا ما سبناكش. الحمد لله يا رب. يعني ما سابونيش من اول لحظه وصلت للبرتغال. اهدفت للاخت شيرين وبعدها الاخ عصام. من ذلك اليوم والله العظيم ما سابوني ولا دقيقه. شهاده لله سبحان الله، ما سابوني ولا دقيقه، اقسم بالله العلي العظيم. المعامله اللي عاملوني بها فاجاتني كثيرا. هم اخوه، اعتبروني اخ ما اعتبرونيش عميل. احنا عمرنا ما بنعتبر حد عميل. الحمد لله يا رب. نحاول ان احنا نكبر بيكم، ولكن في الاول وفي الاخر انا بشكر حضرتك. انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم في تفاصيل احنا بنعمل ايه مع العملاء. انا شايف شغلي وبراعي ربنا في شغلي قبل ما براعي ربنا في اي حاجه، وفي نفس الوقت شغلي كله قانوني مع اي حد بعمله له. وزي ما قال الاستاذ انا ما بسيبكش حتى لو كان الموعد بتاعك 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي. ببعت معاك سياره، ببعت معاك موظفه برتغاليه عشان خاطر الترجمه، ببعت معاك المحاميه اللي بتبقى مسؤول عن الملف بتاعك عشان خاطر لو حصل اي مشكله تقدر تتصرف. المهم ما بسيبكش الا لما بتبصم وبتتصور. انت لو ما بصمتش وما تصورتش اعرف ان انت كده عندك مشكله. ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا ناس بنجهز الملف بشكل بروفيشنال عشان خاطر نبقى مطمنين عليك لحد ما بنوصلك لبر الامان. حاجه محتاج تقولها؟ ايوه محتاج حاجه. بعض الاخوه الجزائريين يوميا على اتصال معي ويسالوني هل صح. اطمنهم من هذا المنبر، اطمئنوا تمام الاطمئنان وكل الثقه انكم في ايادي امنه. والله العظيم انتم في ايادي امنه، شهاده لله وانا المسؤول على كلامي امامكم وامام ربنا. الله يبارك فيك. ثقوا بربنا سبحانه اولا، وثانيا بناس مجيد ابو مهند عصام والاخت شيرين. حبيبي ربنا يخليك. انا طبعا بشكرك على شهادتك اللي هي طالعه من قلبك. وتحياتي مره ثانيه لاي حد بيفكر يا جماعه يتقدم عن طريق التكوين المهني ومحتاج ان هو يحصل على الاقامه بشكل سريع. دلوقتي المواعيد مفتوحه الحمد لله رب العالمين. كل العملاء اللي عندنا حجزنا لها مواعيد. كان في مشكله قبل كده بسبب حجز المواعيد، ودلوقتي المواعيد رجعت تفتح تاني ورجع الامور تستقر. وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نسرع، لان احنا مش من مصلحتنا ان احنا ناخرك. بنقدم لك كل الخدمات اللي احنا نقدر نعملها لك من قبل حتى ما توصل على البرتغال، عن طريق المحامين، عن طريق توكيل رسمي منك، عشان خاطر يكون عندك الاوراق اللي نقدر نجهزها لك ونوفر لك الوقت قبل حتى ما توصل على البرتغال. اذا كنت انت طبعا معاك فيزا سياحيه وداخل بطريقه قانونيه، بنكون احنا ضامن ليك في كل شيء. يا جماعه فعلا شهاده بقى مننا ان فعلا كل الناس خير وبركه. بس شعب الجزائر تحديدا والله العظيم شعب خدوم جدا، شعب بيحاول ان هو حتى يساعدك في الغربه. وعن تجربه شخصيه، وانا قلت الكلام ده اكثر من مره، ومن حتى من قبل ما افتح الشركه، لاي دوله انا سافرتها من 25 سنه في كل دوله بروحها انا ما لقيتش غير كل الاحترام وكل التقدير. وتحياتي مره ثانيه لشعب الجزائر الخروج اللي انا فعلا بحبهم من قلبي، بعيد عن الشغل وبعيد عن اي حاجه، لان هم كشعب متدين مثقف متعلم راقي جدا. انا بحبكم في الله وبشكركم وبشكر كل الناس والدول العربيه. تحياتي ليك مره ثانيه استاذ العزيز، وتحياتي لشعب الجزائر. انا اللي احييكم. ربنا يخليك. والله العظيم مش عارف اتكلم ازاي، ومش عارف اقدر ارد لكم خيركم، وان لا كل شيء كان بدون غلط. والله العظيم صراحه اتفاجأت كثير. السلام عليكم. والله العظيم ربنا يخليك. دي شهاده اعتز بيها، والف مبروك مره ثانيه. ولو انت مهتم بالتكوين المهني وبالاقامه، ومهتم بتعديل الوضع في البرتغال، مهتم بالدراسه في اسبانيا، مهتم
عموما بفيزا دي 2 فيزا دي 7 مهتم باي حاجه خاصه بالبرتغال بتقدر تتواصل معنا مع فريق العمل. وتقدر برضو تتواصل معنا عن طريق الواتساب، وتقدر تتواصل معنا عن طريق الايميل، وتقدر تتواصل معنا عن طريق الموقع. ولو دخلت الموقع بتقدر ان انت توصل لنا. تحياتي للجميع وبتمنى التوفيق للجميع، وربنا يحقق حلم كل واحد هو بيجري وراه وبيشتغل على نفسه. وحاول ان انت تشتغل على نفسك، خليك ورا حلمك. مفيش حاجه بعيده عن ربنا طول ما انت مآمن بربنا، طول ما انت بتشتغل على نفسك، طول ما انت ما بتأذيش حد، طول ما انت بتحب الخير للناس. اعرف ان ربنا هيكرمك، اعرف ان ربنا هيسخر لك الناس الطيبه. ونشوفكم في حاجه جديده، وما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب. وسلام عليكم. وعليكم السلام.